بجد بدأت بسبب ان انا كنت بمثل في مسرح الجامعة وما بقاش في مسرح الجامعة. لما بتدخل في حتة التنمر لا انا بتألم، انا ما كنتش عارفة ان انا بتوجع كده. في يوم كده انا وقفت في نص الشارع وعيطت، انا مش عارفة اعمل ايه، عايزة اتكلم عادي اخد وقتي براحتي. الله جواز، الله هناكل مع بعض ونطبخ. انا دلوقتي بخوف اخويا بقول لك الجواز مرعب. حياتي بلوت تويستات كتير قوي ورا بعض، كل شويه اوصل لحاجه هي دي انا هكمل في ده اللي عاجبني، لا ده مش عاجبني. انا كنت عارفه ان انا هبقى حاجه والناس تفضل تبص لك اللي هو انتي فيكي حاجه مميزه. انا كنت حاسه كده، بحس ما فيش كونتنت كريتور ما يعرفش هاني. لو انت اول ما قلت لي بجد انت اكتر حد كلنا عارفين كده. ضيفتنا النهارده تقدر تاخدك في القصه بتاعتها من اول حرف لاخر حرف، وهتفضل تتفرج وانت مستمتع جدا وعايز تعرف احداث القصه دي. مش بس كده، عندها ملايين المتابعين من الوطن العربي كله. معانا اسراء نبيل. ازيك؟ هاي، عامل ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ ايه الشطاره والحاجات الحلوه كتير؟ ميرسي يعني والله العظيم بجد. عايزين نعرف بداتي فكره صناعه المحتوى ازاي، واول قصه جت في دماغك تعمليها كانت ايه؟ ده مش من كتير، مش عارفه ليه بحس انه بقاله كتير، بس هو مش بقاله كتير. انا بدات في 2022. بص، هو ما جاتليش فكره، يعني كل الناس مثلا بيبقى عندهم ان هم بداوا بسبب حاجه معينه او كده. لا انا يعني بجد بدات بسبب ان انا كنت بمثل في مسرح الجامعه وما بقاش في مسرح الجامعه، اتخرجت. اوكي. بس يعني انا كنت لو اتخرجت من سنتين قبلها كنت بدات من سنتين قبلها. اوكي. هو الفكره انه كان عندي طاقه وكنت بطلعها في المسرح، وبعدين المسرح مش موجود، الجامعه خلاص، فقلت تبداي مع نفسك. لا وبعدين يعني انا فاضيه، يعني ايه فاضيه وفي كل الطاقه اللي انا كنت بطلعها. انا كنت في صيدله، فصيدله لسه هنيجي النقطه صيدله يعني مع صناعه محتوى دي في دراسه 5 سنين وراحوا فين؟ مش عارف نفسي اعرف. فكان المذاكره صعبه جدا مع يعني نشاط طلابي بياخد 8 ساعات في اليوم. فكان كل ده انت بتطلع طاقتك. متخيل بقى ان انت سحبوا منك كل ده، ولا مذاكره خلاص مفيش، ولا في مكان تحط فيه الطاقه والموهبه بتاعتك. فلقيت الموبايل وده اللي حصل. بس بدأتي بقى خلاص نعمل محتوى. طب فكرة اللي انت درستي 5 سنين وصيدلة صعبة جدا، ثانوية عامة أصعب اللي هي ده وصلتك لصيدلة. فكرة اللي انت ضحيتي بقى بكل ده، ما اشتغلتيش دكتورة وعملتي محتوى ده، مع العيلة عندك ما جريوش وراكي؟ مع جريو. أنا عايزة أقول لك في الأول بابا كنتش قايله له. اوكي. مش هقول له، اصل بص انا لو اتخرجت من صيدله وبعدين انا كنت كل حاجه في حياتي صح قوي، انا البيرفكت جيرل حرفيا يعني اللي هو في ابتدائي طالعه الاولى على المحافظه، بعد كده في اعدادي نفس الكلام، في ثانويه لازم تجيبي مجموع، جبت مجموع صيدله، دخلت صيدله، فاتخرجت اتجوزت. انت متخيل انا ماشيه ازاي؟ انا بخلص التاسكس اللي عليا في الحياه حرفيا. قبل 30 سنه كنت كله. انا قبل 3 كنت 23 مخلصه خلاص، قاعده بقى اعمل ايه. فبابا بالنسبه له ان هو يسمع الكلمه دي من اللي هي اول، بص البنت الاولانيه اللي بتتولد يعني بتبقى خاصه الكبيره وبنت، ده بيبقى عليها عبء. اسالني طبعا. انا طبعا. اكبر عبء في الحياه والله العظيم. مش طبيعي، بتبقى واخده مسؤوليه كل حاجه. فبابا لو كنت قلت له كان ما صدقنيش اولا، واتصدم صدمه مش طبيعيه فيا، اللي هو ده مش انت لو سالت اي حد اصلا كان يعرفني زمان. كميه المذاكره دي مستحيل مستحيل. وبابا عارفني انا والكتب اخوات جدا. فيعني لما كان حد بيضايقني بيقول لي انا هسحب منك الكتب كده، اللي هو هسحب منك الكتب، انا عايزه اضايقك. انا كنت نيرد الصراحه. فما قلتش لبابا في الاول عشان كنت عارفه ان انا هيجيلي ضغط ممكن يوقفني. بص انت في الاول ما بتبقاش متاكد من اللي انت بتعمله، خلينا نكون واضحين. يعني مش عايزه اقول ان انا كنت متاكده وواثقه من اللي انا بعمله، ما كنتش واثقه من اي حاجه. بعد تاني فيديو هنجح بالظبط خالص. انا اول فيديو نزلته جاب 600 مشاهده حاجه يعني. وبعدين فبابا لو شاف ده وشاف مثلا كميه فيديوز مش طبيعيه بنزلها محدش بيتفرج عليها، سوري، بس هو هيقول لي يعني ليه صح ده غلط. صح. فما قلتلوش لغايه لما هو اكتشف. شاف فيديو فاكره الفيديو كان ايه؟ لا كان في الاول قوي، وبعد كده لقيته بيتصل بيا قال لي هو اللي انت بتعمليه ده على النت يعني على النت. فقلت له عادي يا بابا، اعمل فيديوهات عادي. فبعد كده واصلا هو فكرته ليه انت بتعملي كده ليه؟ هو ما كانش فيه ليه ساعتها. يعني خد بالك ما كانش فيه دخل مادي، ما كانش فيه
اي حاجه تتخيلها اي مش مبرر ليه تقدري تقولي ولا مبرر خالص. فليه بابا انت عارف ان انا كنت في المسرح تاني نفس الموضوع تاني وانا دلوقتي عايزه اكمل في اللي انا بعمله. ف سكت شويه وقال لي طب انزلي صيدليه معلش عشان خاطري صح نشتغل بالشهاده شويه يا حلليها ال5 سنين دول. خاصه ان بابا كان عايزني امشي ماجستير ودكتوراه وكده يعني ما شاء الله. دمرتي له احلامه جدا. عايزه اقول لك بجد هو مصدوم يعني لغايه دلوقتي بيفضل يقول لي انا بس ليه ما دلوقتي يعني ما شاء الله انت ارقامك بقت يعني ما شاء الله اللهم لا حسد يعني كتير ما شاء الله. فالمفروض اللي هو يبقى يحس اللي هو انت كنتي صح. هو دلوقتي سبورتيف قوي بس برضو هو شايف البنت الصغيره اللي كان هو نفسه يشوفها حاجه دكتورة. اللي هو لا انت حاجه. هو انا بالنسبه لي انا دلوقتي حاجه عظيمه. انا دلوقتي مؤمنه بنفسي ومبسوطه. انا حاجه عظيمه عشان بعمل حاجه صح. انا مبسوطه بيها صح. مش لازم اكون عظيمه عشان بعمل حاجه في وجهه نظر الناس اللي بنتنا دكتوره بنتنا مهندسه. أيوة. انا بعمل حاجه عظيمه عشان مبسوطه. كفايه انا مبسوطه في حياتي. انا مش محتاجه اكون اعظم من كده. ايوه. فبس هو دلوقتي سبورتيف قوي قوي. عايزه اقول لك بيتصل بيا بيقول لي افكار. نايس. امتى حسيتي انك مشهوره؟ لما اول حد سلم عليا في الشارع. اوكي. انا كنت بحسبه ده كان بعد كام فيديو مثلا؟ ممكن نقول 50 حاجه كده. كتير لا كان كتير لان انا كنت في الفتره الاولانيه بجد كنت مركزه. يعني كنت مركزه عايزه انزل كتير. مش عايزه التفت لاي حاجه. مش عايزه التفت لنتائج. انا كنت عايزه اعمل الحاجه دي. كنت مبسوطه قوي. فعايزه اقول لك ان اول حد وقفني انا كنت مفكره بيضايقني. اوكي. انا نسيت. لسه في مصر. في مصر انا نسيت تماما ان انا بعمل فيديوز. انت ما بتاخدش بال. انت شخص ماشي في الحياه عادي يعني صح. بتتمشى في الشارع عادي. ففجاه حد اسراء انا ما اعرفكش. تعرفني منين؟ سوري ما اعرفكش. مش هرد عليك صح. فبعد كده خدت بالي ايه ده لا انا شفت الفيديو بتاعك. لا سوري ماشي تعالى نسلم على بعض دلوقتي. فساعتها حسيت لا في امباكت. بس قبل كده بصراحه وانت قاعد في البيت عايزه اقول لك انت مش مكتشف مش داري. طيب جالك اي تعليقات سلبيه قبل كده حسستك اللي هو انا مش هكمل في صناعه المحتوى وارجع صيدله؟ لا يعني ان انا ما اكملش صعب. بس بتيجي كومنتس تحسسك ان انت متضايق كتير. يعني انا كنت في الاول حاسه انه لا عادي كومنت سلبيه. مش ههتم لو هي مثلا مش غرضها انها تخليني اعمل احسن. بس في كومنتس تنمر. يعني بحس لما بتدخل في حته التنمر لا انا بتألم. انا ما كنتش عارفه ان انا بتوجع كده. بس بعدين اكتشفت لا انا بتوجع ساعات. بحس انه بليز ما تكتبوش كده يعني عارف. ايوه. قدرتي طيب تتخطي ده ازاي يعني؟ مش حاسه ان احنا بنتخطى. مع كل فيديو تبقى انت خايف من حد يفهمك غلط. حد يفكر انه انت كان قصدك حاجه غير اللي قصدك وتقعد تبرر. وانا شخص ما بحبش الدراما. يعني دي حقيقه فيا. الدراما اوكي بتعمل يعني بوم كده واللي هو الناس كلها بتبقى عارفه الموضوع. بس انا شخص في حياتي اصلا بكره الخناقات قوي قوي. يعني بحب الهدوء. فكون ان انا بخاف دايما بقى ان انا ادخل في حته زي دي بليز. يعني مش عايزه فاهم. بس مش حاسه ان انا هتخطى خالص. طول ما هي موجوده ما اظنش حد هيقدر يتخطى. بتقري كومنت كل حاجه. دي مشكله. بص اي حد مفكر انه الكومنتس مش بتتقري لا هو بص هو خاصه الكومنت السلبي بيطلع فوق لانه بجد الكومنت السلبي بيطلع ايوه مش عارف بيبقى فيه كومنت غريب فبيتعمل عليه لايكس كتير. فاللي هو بيطلع فانا بشوفه. ومعظمنا بيشوف بيبقى كومنت غريب بيبقى لوحده كده بيبقى شكله غريب بنشوفه. بيبقى فيه 1000 تحتيه حلو وانا ببقى سعيده. بس للاسف عينك برضو بتيجي على السلبي يعني بتشوفه. انا ما عنديش مشكله انه كل شغلانه يكون ليها جانب صعب او حاجه مثلا انت مضطر تستحملها عشان دي شغلانه برضو ريوردنج وكده. بس لا كنت وصلت مرحله لا يعني انا متألمه دلوقتي. انا باخد بالي يعني. بس عايزه اقول انه انا باخد بالي من مثلا كلامي مع حد لو في الحياه الحقيقيه. فنفسي برضو ده يكون موجود على السوشيال ميديا. انه اي حد يكون يعني وهو بيكتب كومنت انت بتكلمه في وشه حرفيا. صح بتكلمه في انت بتقول المشكله دلوقتي الناس كلها قاعده يعني ورا موبايلاتها. كل واحد بيكتب اللي نفسه فيه. مش بيفرق معاه اللي هو هيأذي اللي قدامه ولا لا يعني.
بص هو على قد ما في ناس كتير قوي 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 بجد مش غرضها غير ان هي تسبورت، في ناس والله العظيم يعني مش بيكتب كومنت عايز يقول لي تعليق او عايز يقول لي حاجه، هو بس بيسبورت. انت متخيل؟ فجمال الناس دي او كميتهم وعددهم ساعات كتير بيخليني لا اسراء يعني كملي انت كده باصه على الحته الوحشه، وده انا ما بحبوش قوي يعني، بحسه اللي هو لا. بس الحاجه اللي ما بقدرش اتحملها اللي هو فكره ان انا نفسيتي يعني تتاثر، هي دي الحته اللي بقول لا انا عايزه استوب الموضوع كده. بس غير كده لا بصراحه الكومنتس الايجابيه انا بالنسبه عندي اظن 90%، بس 10% برضو بيعصبوا يجننوك. حاسه السوشيال ميديا خلتك عندك مسؤوليه تجاه الكونتنت اللي انت بتعمليه وتجاه كل حاجه بتنزل عندك، ولا انت الفكره اللي بتجيلك مش بتفكري غير اللي انا فكره حلوه فهنزلها؟ بص هو في الاول انا ما كنتش اعرف يعني ايه امباكت قوي، او يعني إيه انت بتقول حاجه حد ناس كتير بيسمعها وبيابزوربت كده وبيفهمها وبتاثر في حياته. انا ما كنتش لسه، انت في الاول برضو مش بتبقى شايف رقم، انت الرقم ده دول بشر، ناس كتير قوي صح. بتتفرج عليك صح. شويه شويه ادركت انه لا كل حاجه انت بتقولها حرفيا حد ممكن يسمعها وتاثر في حياته كلها. انا اصلا وانا صغيره ولغايه دلوقتي انا بستهلك محتوى رقمي كتير جدا، فكلام ناس كتير بيأثر فيا. انا لغايه دلوقتي بسمع ناس لو انا واثقه فيهم كلامهم بالنسبه لي بطبقه في حياتي. فانا بعمل كده، فاكيد كل الناس غيري بتعمل كده. لا بجد ساعتها ادركت انه اسراء خدي بالك من كل كلمه. انا اللي باخد بالي منه ان انا ما اقولش اي لفظ، اي مش لفظ يعني صعب يعني حتى اي حاجه باخد بالي قوي 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 فاهم غلط او حاجه. الموضوع ده مهم بالنسبه لي. يعني بقول مش مهم الجمله دي اقولها خلاص، يعني لو الجمله دي ايا كان شكلها ممكن حد يفكر ان هي جمله مش لذيذه، لا انا هشيلها. تعليق على حاجه على حد ممكن يضايق اي شخص بجد انا حريصه قوي من الناحيه دي بالذات، حريصه ان انا يعني اكون حريصه قوي في كلامي. حابه تطوري ايه في المحتوى بتاعك الفتره اللي جايه؟ بص اول حاجه الكواليتي لاحظت انها بتفرق قوي يعني. كل شويه في الاول يعني انت بتصور بموبايل عادي، بعد كده لا تصوير الكاميرا احلى بس بياخد وقت، نغير العدسه بالظبط. تعالى نجيب. ومشكلتي بقى انه يحيى خبير في الحاجات دي. هو بيقول لي انا بعشق العدسات والكاميرات ده هيساعدك قوي جدا. فكل شويه يقول لي بقول لك نزلوا مايك جديد هيبقى اصغر وصوته احلى ايه رايك؟ فبقول له تمام، انا مش حاسه بفرق بس تمام. بعد كده بيجيبوا بسمع بلاقي في فرق. فحاسه الكواليتي الصراحه بتفرق قوي يعني. انا في الفتره الاخيره لما اهتميت بالكواليتي اكتر حسيت انه عملت فرقت في الفيوز وفرقت في كل حاجه. وحتى مش بس قصص يوتيوب، اي حاجه بعملها لما بحسن في الجوده سواء الصوره او الصوت بيتحسن قوي. اتكلم على يحيى شويه. بيدعمك قد ايه ولا سالت ايده خالص؟ لا بيدعم قوي الصراحه، بيدعم قوي من الاول. لما تعرفتوا على بعض كنت بداتي اوريدي صناعه محتوى؟ لا انا عارفه ان انا عندي 18 سنه. اوكي ماشي. احنا سويت هارتس يعني احنا صغيرين. يعني هو حاجه غريبه ان احنا كبرنا مع بعض. عارف اللي هو انا ما كنتش عارفه يعني ايه حياه وهو ما كانش عارف يعني ايه حياه، وبدانا نكتشفها. اوكي. فاللي هو احنا عمالين نتغير وانا عماله اقول له انت ما كنتش كده زمان، يقول لي انا كبرت انت مش عارف انت انا ما قابلتوش وهو بقى مكتمل شخص ناضج كبير. لا انا قابلته هو طفل، انا اقدر اقول طفل 21 وانا 18. احنا كنا اطفال صح. انا بالنسبه لي الحاجه اللي انا كنت عارفاها ساعتها سو ليتل يعني الصراحه، ما كنتش عارفه اي حاجه. وما كنتش عارفه ان انا همشي في الطريق ده. هو كان في صيدله وانا كنت في صيدله. هي دي الحاجه الوحيده. هو كمل في صيدله ولا ما كملش في صيدله؟ ما كملش. انتوا تعبتوا نفسكم السنين دي كلها. عايزه اقول لك ايوه انا حاسه ان انا مدمره للموضوع. هو يعني ايه انا في شخصين يعني. انا كنت مسؤوله عن نفسي ان انا اخرج نفسي من التراك ده وخرجت جوزي كمان. فاللي هو مش عارفه انا اعمل ايه. كل ما اقابل حد انا اصحابي بقول لهم والله العظيم اقعد مع صحابي بقول لكم ايه بتعملوا محتوى انا اعلمكم. بصوا والله العظيم اقول لهم محتاجين ايه هشتري لكم، انا عايزين رينج لايت هجيب رينج لايت والله. بص المايك ده كويس ممكن تبدا بيه. انا ماشيه بسوق للموضوع والله بجد. اصلا انا شايفه انا اعرف ناس من صحابي كتير لو قالوا حاجه بجد هتفرق. فاللي هو ليه ما تقولهاش لو عندك حاجه صح. بستغرب هي مشكله بس في ناس كتير بتخاف من الكاميرا يعني. هو فكره اللي احنا انت ممكن عشان اتعودتي خلاص وبقالك كذا سنه
بس مثلا لو واحد جديد اول مره يقف قدام كاميرا مهما اقنعتيه مش هيبقى مستني مثلا اللي هو انا هصورك فتعالى، هيقول لك لا ماشي هنصور فيديو بس مش هينزله، فاهمه؟ عندك حق. فالموضوع بيبقى صعب شويه في الاول، بس انا بحس اللي هي سبحان الله ليها قبول يعني. صح. السوشيال ميديا مهما يعني في ناس كتير بتحاول وممكن يقعد سنه بينزل محتوى ومفيش، صح. وممكن ينزل فيديو واحد هو من اول فيديو خلاص الناس كلها عرفته وتلاقيه طلع ترند وخلاص هي الناس رزق كلها من ربنا فعلا. فهي سبحان الله. نرجع ليحيى تاني. اوكي. بس عايز اعرف اللي هو انتوا كوقت ليكي التصوير متعب جدا وكزوج مصري اللي هو مش هيبقى فاضي للكلام ده. صح. فلو تكلمينا شويه يحيى بيدعمك ازاي اكتر، بيساعدك في التصوير ازاي؟ ايوه انا عايزين نطلع عليه كلام حلو يعني. الولد برضه شقيان معانا. هو مش يعني اللي بيعجبني في يحيى ان هو دايما بيحسن من نفسه يعني ما بيقفش عند نقطه معينه. هو شايف مثلا انا كنت طالبه في صيدله ممكن يقدر يدعمني بايه، كان بيذاكر لي اوكي جدا عشان كنت في مواد فيها بجد غبيه، مش اللي هو مش بذاكر، انا كنت غبية. فكان بيذاكرها لي وهو كان اذكى مني في مواد معينه وانا اذكى منه في مواد معينه، فكان بيساعدني. بعد ما اتخرجت طب انتي دلوقتي محتاجه ايه؟ والله انا حاسه ان انا عايزه اروح صيدليه، يلا ندور هساعدك واذاكر لك الادويه وكده عشان هو كان قبلي ب3 سنين فيلا هذاكر لك. لا انا مش عايزه اكمل، انا عايزه اعمل فيديوهات، يلا جاب لي موبايل يلا اعملي فيديوهات. فهو دايما بيشوف انا عايزه اروح فين وبجد بيساندني في الحاجه. لا مش عشان بجد مش عشان هو جوزي بس، هو الحمد لله في الحاجه ان هو مش عارف في شخص بيبقى معاك بيرجعك لورا او بيوترك في حياتك عامه، فانت بتحس انت طب اعمل ايه انت اصلا دماغك مش فاضيه تفكر نفسك تعمل ايه. يحيى العكس تماما، بيسيب لك سبيس فانت في السبيس ده تقعد تفكر وتشوف عايز تعمل ايه. انا عايز اعمل 1 2 3 اقدر اساعدك ازاي، اقدر اتعلم ازاي حاجه تساعدك في اللي انت بتعمله. ممكن يكون دي حاجه عطلت يحيى في حياته عن حياته هو. اوكي. بس والله هو اللي اختار يعني بجد، انا مش قصدي حاجه بس هو انا بفضل ما ضغطتيش عليه كاي خالص. امراه مصريه اصيله خالص بجد انا ثانكفul قوي ليه يعني بجد بفضل اشكره وكده. مش قصدي ان هو بيعمل حاجه اللي هو من المنطقي ان انت تعمل كده، لا خالص بالعكس. هو بس هو ده قراره، انا ما اقدرش يعني. هو لو كان عايز يكمل في صيدله ويفضل في الكارير ده انا ما كنتش ابدا هضغط عليه. كنت بالعكس ههاير تيم وهيبقى عادي. صح. ايوه دلوقتي مثلا انا عندي تيم يحيى جزء منه، شخص رئيسي فيه، هو اكبر واحد في التيم. لو ما كانش يحيى موجود كان هيبقى عند بهاير حد. صح. فانت عايز تكون معايا، هو مختار ده وعشان هو جوزي. فانا انت متخيل بقى كم الثقه اللي موجوده في الشغل انه ده جوزك اللي هو سوري جوزك انت مش جوزك. فلا انا بقى مطمنه لو حاسه في شخص مش هيخونك في اي حاجه، هتبقي واثقه في كل حاجه وهتبقى الحاجه طالعه شكلها كويس كأن انا يعني كأن انا بيتعامل مع البراندز كأن انا كل حاجه. بصراحه سبورت اكبر سبورت ممكن الاقيه في حياتي كان من يحيى، حتى من قبل عيلتي عشان هما ما كانوش كده احنا سننا صغير فاللي هو عارفين الترندز والحاجات دي، فتمام هو عارفها من قبلهم. فهو اللي ساندني وان انا اصلا اقف قصاد عيلتي واقول لهم انا عايزه اتغير، انا عايزه اعمل حاجه تانية. فاكره نقله دبي؟ حصلت ازاي وايه الصعوبات اللي واجهتك؟ او نتكلم الاول على الصعوبات وبعد كده نتكلم على الحاجات الحلوه، بس نبدا بالصعوبات الاول. الفكره جت ازاي اصلا؟ الفكره انه جيت كذا مره دبي كتير. جيت قبل ما انقل مثلا 8 مرات. اوكي. جيت كتير قوي اللي هو كل شويه اقعد شهر اللي هو اقعد. ف كل شويه طب ما اطول شويه، ما هقعد شويه كمان، هعمل فيديوز، طب هجيب برودكتس من هنا. أوكي. طيب ايه ده في فيديوز ممكن اعمل كذا فكره بالحاجات موجوده هنا. فبعد كده يحيى قال لي طب هتنقلي يعني نقلي كلك بقى خلاص. لو انت عماله تروحي كتير قوي وانا كنت باجر كتير قوي واللي هو اير بي ام بيز وكده وبيبقى متعب وشقه اول مره تعرفها ف قلت له لا انا قلقانه من الموضوع ده، وانا شخص يعني عيلتي بالنسبه لي كل حاجه بطريقه اوفر. هو اوبسيشن، هو غلط يعني. انا عارفه انا بعمل ايه غلط وعارفه ان هو غلط معترفه. ف يحيى قال لي طب لا يعني جربي فكري. كنت في الاول الصراحه مش قادره ابعد عن عيلتي، بس عارفه انه خطوه دبي هتكون خطوه مهمه جدا بالنسبه لي، بس مش قادره ابعد. اوكي.
ففضلت اجرب مره في مره زي ما قلت لك، لغايه لما في يوم قلت له لا انا جاهزه، انا بحب دبي. عايزه اجرب يعني. وكنت يعني مش يعني كان صعب بس اللي هو لا انت وصلت لمرحله ان انت بقى عندك ألفة مع المكان قوي، بقيت حاسه كانها القاهره، بقيت عارفاها قوي يعني، عرفت المناطق، عرفت الحاجات، عرفت المولز، اخرج فين، الكلام ده، سهلت الموضوع شويه. ساعتها كان اهلك وضعهم ايه لما قلت لهم خلاص اللي انا باي باي انا بقى انا ما اشتغلتش صيدلانيه وهسيبكم وامشي؟ ما تقولش الكلام ده بابا بليز، هو دلوقتي متلصم، عارف بجد. خلاص هو خلاص هي ناجحه وكويسه، ما تقلقش. هو نفس الصدمات انا بحس وشهم اللي هو بيفضل عارف كل شويه الصدمه يزيد، كل شويه تزيد الصدمه. فاللي هو بابا برضو بابا ليه وتبعدي عننا اللي هو كلنا سيبينا ازاي وكده. وهنا مامتك بتساعدك في كذا. اصلا بصراحه يعني ماما مثلا مش طبخه، ماما ساعد، ربنا يخليك بجد، ساعديني، انا مش عارفه اطبخ النهارده بصور. انا يوم تصوير اليوتيوب ده حوار يعني، انا من اول النهار لغايه اخر الليل قاعده بصور، انا باخد بالي من تفاصيل كده ملهاش، ما بتفرقش في اي حاجه، انا بس اللي موسوسه. فماما بقى ساعديني، تعالي لي، حضري لي. فماما دايما ركن اساسي في اي حاجه. اخويا كان بيعمل معايا فيديوز، فاللي هو انت ماشيه فين، انت ماشيه فين، هتسيبي كل ده وراكي وتبداي من اول وجديد. ما حسيتيش طيب ان النقله دي عطلتك شويه في صناعه المحتوى بتاعتك، او اتاخرتي شويه مثلا لحد ما عرفتي؟ في الاول في الاول اول شهر كده انا ما كنتش بنزل خالص. وانا بنقل عايزه اقول لك كان ممكن انزل، وكان ممكن اخد بالي واركز وكده وانزل، بس انا كنت تايهه جوه دماغي اكتر ما انا تايهه في الحياه الحقيقيه. انا كنت عارف اللي هو انت خدت الخطوه، جبت الطياره ولا غلط بالظبط، نزلت دماغك بقى فوضى. ايه ده انا لا. والموضوع انت كنت بتفكر انك تسيب اهلك هو بيوجع بطريقه معينه، انت اكتشفت ان هو بيوجع قوي. هو صح. في الاول انا دايما بعيط رجعوني طفله ورجعوني انا عايزه ماما وكده. بعدين بقيت ارجع كده اقول لهم عايزه ارجع اي. تفتكري ايه اكتر يوم صعب عدى عليكي في اول نقلتك؟ كان في كتير قوي. يحيى بيعمل كده، يحيى بيضحك. يوم واحد. لا بجد، وانا بدور على شقه انا بكي قوي في حوار. انا اصل احنا بنشتغل من البيت، فلو البيت مش كويس انت صح. مش كويس صح. ولا حاجه كويسه. فكنت لسه بدور ولسه مش عارفه بقى، كان يحيى لسه ما طلعش رخصه السواقه. اوكي. فكنا كل حاجه تاكسي. فانا اصلا يعني التنقل كان بالنسبه لي صعب، وانا بدور على شقه. التنقل هنا سهل جدا، بس هي الفكره لو انت بتدور على شقه صح. انت عايز تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا المنطقه صح. فبجد في يوم كده انا وقفت في نص الشارع، اللي هو قعدت كان في كده مقعد كده، فقعدت وعيط، اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه. وهي كان واقف جنبي عيط انا كمان، ولا اعمل لك ايه بجد. احنا كنا اليوم ده بقى كان في شقه عجباني قوي، وكان مش عارفه بظبط مع الاونر ومش عارف ايه، طب دي ولا دي، وخلاص في حد هياخد الشقه دي، انجزي لازم تاخدي قرار. وانا في الموضوع قرارات انا متردده جدا، فده ولا ده ولا ده، وانا لوحدي ومفيش ماما صح. يعني ايه مفيش ماما؟ بجد انا حاسه عيله قوي دلوقتي، بس السنه دي علمتني يعني ايه مفيش ماما. ربنا يخليها لك. لو رجع بيكي الزمن هتاخدي نفس القرار؟ عامه الندم مش عندي. بكره الندم يعني. لو قلت لي بكره حاجتين، بكره الندم، بكره اللوم. في حاجات في حياتي كده ما بحبش اعملها. اندم على حاجه سوري، انا واصله للي انا فيه عشان انا ما ندمتش على حاجات كتير قوي عملتها. في ناس كتير قوي ممكن تقول لي طب ما تندمي ان انت كنتي 5 سنين في صيدله، كان ممكن توفري الوقت ده صح، وتبداي من ابدر. هو ده طريقي، هو ده التايم لاين بتاعي، هو ده اللي ربنا كتبه لي. فانا راضيه، بس عمري ما مهما كانت خطوه حلوه او وحشه الندم ما بقربلوش خالص. لو الزمن رجع بيكي 10 سنين لورا كان في اي حاجه هتغيريها؟ لا هو نفس الموضوع، ما دايما بفكر في الموضوع ده وافضل افكر واقول لا، يعني كل خطوه انا كنت بعملها قد ايه كانت ممكن تبان ساعتها غبيه، وكانت غبيه أوكي. بس بتوصلك لحاجه بعدها. ربنا كان حاطط لك الحاجه دي عشان لازم تعدي بالنقطه دي صح. هو الوقعه دي كان لازم تحصل عشان يحصل انك تقوم من تاني. ففي حاجات كتير قوي بفضل اقول
هي ألمتني قوي لما حصلت، انا اتوجعت، بس بعدين بقول طب انا لو ما اتوجعتش الوجع ده بجد ما كنتش فكرت في الطريق ده خالص. خالص. في طرق كتير قوي في حياتي خدتها بسبب انه كل حاجه باظت، فيلا نبني من الاول جديد. لو ما كنتش وقعت بجد، اصل خد بالك ما فيش بريشر مش هتجرو خالص. فبحاول ان انا لا، حتى لما باخد قرارات دلوقتي بفكر فيها قوي عشان متردده برضو ستيل، بس وانس خدتها مفيش ندم، خلاص مش ترجعي في قراراتك خالص. طيب نرجع شويه لصناعه المحتوى. انت بتعملي قصص فظيعه وفي تحديات وفي حاجات كتير، بس القصص اكتر حاجه حاسسها شاده للناس. ايه الفكره بتجيلك ازاي، ولما بتبداي التنفيذ وبتبقي حاسه ان القصه دي فعلا هتجيب مع الناس ولا لا؟ يعني علمينا شويه نصايح كده. بص في الاول انا ما كنتش فاهمه اي حاجه في الموضوع ده خالص. انا كنت بدور على فورمات احط فيها تمثيل. يعني انا اللي بعرفه ان انا امثل، وعايزه التمثيل ده يتحول. انا ممثله مسرح اصلا، يعني انا اعرف اقف على مسرح. هو التمثيل ده مختلف تماما عن ان انت تقف قصاد كاميرا، عشان لازم تبقى اهدى بكتير، وفي المسرح تفضل. فالموضوع مختلف. فازاي تحول يعني ازاي مش كونتنت سوري ازاي تحول تمثيل تحطه بقى في كونتنت الناس تعرف تشوفه على الموبايل. ده كان اكبر تحدي. فاكتشفت انه ساعتها اصلا كان دقيقه، ما ينفعش تعمل حاجه اكتر من دقيقه. ف يعني ازاي الخص القصه كلها في دقيقه؟ ازاي؟ ومش قصه هو انت في الاول مفيش قصه، انت في الاول انت عايز تمثل. طب ايه؟ صح. يعني عملت سكتشز، عملت حاجات، بس لسه مش انت عاديه، الموهبه مش طالعه. ايوه انت عاديه ستيل، في سكتشز كتير. طب هتعملي ايه؟ فلقيت فورمات انه ناس بتعمل دقيقه في دقيقه في دقيقه، وتبقى سلسله. صح. انت مش هتعرف توري بارت بالظبط كل حاجه في دقيقه، بس هتعرف توري كل حاجه في 8 دقايق على 8 ايام. صح. كانوا مسلسل. فدي كانت الحل بالنسبه للازمه اللي هي ازاي امثل. صح. احط الحاجه اللي انا بحبها. زي ما الموضوع كله بدا انا واحده عايزه تمثل بس، فازاي احطه في حاجه الناس نفسها تشوفها. خد بالك مهما كان عندك موهبه وتحفه ولذيذه، بس لازم الناس تتفرج عليها. صح. وما تقعدش تقولي لا اصل انا شاطر، سوري يعني. لازم حاجه تكون الناس عايزه تشوفها وتستهلكها وتحبها. غير كده شاطر جدا وتدرب وتبقى، بس بجد انا كنت ساعتها عندي المشكله دي اللي هو بتاعت انا عايزه اشوف موهبتي. طب ما لازم حاجه الناس بتحبها مهما صح عملنا. يعني تفتكري لو رجع بيكي الزمن شويه هتغيري نوع المحتوى بتاعك؟ ايه نوع المحتوى اللي هتعمليه غير التمثيل؟ بص هو انا بدات ان انا امثل، وبعد كده وصلت التيرنينج بوينت كده اللي هو الناس مش عارفه مين اسراء. هم عارفين مليون شخصيه بس ما يعرفوش اسراء ايه بقى بتعمل ايه في الحقيقه. ففي اللحظه دي انا حسيت ان انا خدت قلم اللي هو انت بتعملي ايه؟ الناس مش عارفه انت مين اصلا بجد. ففي اللحظه دي كانت في اخر 22. بعدين كلمت مع يحيى قلت له انا حاسه بكذا كذا كذا. عندك حق، ممكن تكون وجهه نظر. عايزه اعمل لونجز. فبدات اللي هو لا يعني عايزه اتكلم عادي. يعني مش بكاركتر، مش بقى اخد وقتي براحتي. فده اللي انا عملته. جبت كاميرا ساعتها وقلت خلاص انا هبدا لونجز، وبدات اتكلم بقى براحتي. هنا اكتشفت بقى اسراء بتتكلم ازاي. يعني كنت حاسه حتى في الاول كنت حاسه ان انا لسه مش لاقيه ماي تون، لسه مش لاقيه انا فين، عشان انا كله متعوده ان انا يكون سكريبت كون ماشيه عليه. دلوقتي مفيش سكريبت، مفيش اي حاجه. صح. بعدين بقى بدات اللي هو من اللونجز بدات بقى اعمل محتوى كله لايف ستايل، وبحب الميك اب اعمل على الميك اب، بحب الشعر اعمل على الشعر، بحب اللبس اعمل على اللبس. فهنا لقيت الريذم بتاعي اللي هو خلاص انا بحب حاجات كتير قوي في الحياه، هشيرت بطريقتي مع الناس. صح. ما شاء الله احنا وصلنا على تيك توك اولموست 9 مليون دلوقتي، 8 مليون وشويه. وده رقم في تيك توك كبير جدا. مش بنحسد يا جماعه. حاسه ده ايه؟ خصوصا اللي مش قليل قوي الكونتنت كريتورز اللي في مصر اللي قدروا يحققوا الرقم ده. نفسك ايه من تيك توك اكتر؟ ونفسك توصلي للرقم كام مثلا؟ دلوقتي يعني كان الجول بتاعي الصراحه ان انا ابقى 10 مليون. اوكي. يعني دي اكتر حاجه اللي هو نفسي اشوف رقم 10 كده، بتفرق بصراحه. بعدين تيك توك الصراحه
يعني بحسه مع صانع المحتوى بيعمل حاجه كويسه قوي، ان هو بيساعده ان هو ينتشر بطريقه مش طبيعيه بجد. اعمل حاجه لذيذه ريلاتابل الناس عايزه تتفرج عليها، تيك توك هيعمل واجبه يعني بجد. فحاسه ان هو ساعدني قوي في الاول، حسيت ان هو الحاجه اول حاجه عرفت الناس عليا. اوكي. عايزه ايه من تيك توك؟ ان هو يفضل في الحته بتاعت اللي هو ان هو اي حد عايز يعمل محتوى طبيعي وبراحته. يعني انا عارفه ان انا بعمل حاجات اللي هو بحاول اعمل اديتنج، بحاول اظبط، بس ستيل في الحته بتاعت خليك على نفسك، كون نفسك هي الشعار بتاعهم. في صناع محتوى بعشقهم اللي هو بيفضلوا بس ماسكين موبايل وبيتكلموا خلاص. ايوه بجد. الجزء ده احنا محتاجينه في حياتنا. حسيت كل حاجه بقت artificial كده، واللي هو خلاص انا عايزه اظبط لدرجه ان احنا نسينا ان احنا طبيعيين. فالحته دي في تيك توك بحبها قوي الصراحه. اوكي. يوتيوب، ايه خططك اللي جايه لليوتيوب؟ يوتيوب ده بجد عقبه قدام كل صانع محتوى. انا اول لما بدات يوتيوب بجد كل الناس اللي هو انا كنت بفضل اقول لا انا خايفه من يوتيوب، انا خايفه. يعني ايه خايفه؟ اللي هو بالعكس، انا اول ما دخلت على فكره لذيذ جدا جدا. بتلاقي الناس اللي عايزه تتفرج على المحتوى اللي انت بتعمله بالذات. انت متخيل شخص بيضغط على الفيديو اللي انت فيه اسمك ويدور عليكي، صح؟ وهو بيختار بيدوس عايزه اتفرج على ده، واتفرج 20 و30 دقيقه. انا بنزل ساعات فيديو 15 دقيقه بجد. انت ليه منزله فيديو قصير؟ اوكي. انا عايزه فيديو طويل انا باكل عليه انا كده. فلا يوتيوب عالم بجد بجد. ومع الشورتس كمان اللي بتدعم قوي قوي قوي. بس اللي انا بفكر فيه دلوقتي كنت عايزه انتروديوس محتوى جديد، وهو سيلف لوف، سيلف كير. حاجات انا بعملها في حياتي. انا حاسه ان انا مريت بتجارب كتير قوي اقدر اشير. فحاسه وعايزه اتكلم بقى براحتي، عارف اللي هو خلاص عايزه اقعد افتحوا لي الكاميرا وسيبوني. انا في حياتي بجد حاسه مريت بتجارب كتير وحاول انقلها لاخويا دلوقتي. اصلا اخويا اصغر مني ب5 سنين. فبفضل الكتشر، يعني افضل اديله ليكتشرز دايما. نور انت لازم تعمل كذا كذا كذا، ده غلط، صاحبك ده مش عارف ايه. فنور فضل يقول لي اسراء انت تيتشر. انت بجد بحس قوي ان انا شخص بيفضل يدي المعلومات اللي هو خد بالك خد بالك، وببقى محروقه قوي على الشخص. فحسيت اللي هو لا بجد، يعني لو انا كنت اصغر هبقى عايزه اعرف المعلومات، او لو حتى كنت كبيره بس ما مريتش بتجارب معينه عايزه اسمع التجارب دي. فهي دي الحاجه اللي انا عايزه اجربها. هي حاجه جديده جدا بالنسبه لي. انا هتكلم عن تجاربي الشخصيه. اوكي. بس عايزه اعمل كده لو في حد واحد هيستفيد وما يقعش في الغباء اللي انا عملته في حياتي. طبعا مش غباء، كلنا بنتعلم. غباء بس تقدري تقولي ان الشهرة اثرت على حياتك الزوجيه ام لا؟ اثرت يا عادل قوي بجد. تفتكري ايه بص هو مش الشهرة بس ان انت بتعمل فيديوز بتاخد معظم الوقت. خلتنا اكتشف انه لا يعني ايه بارتنر اصلا. يعني انا ويحيى اكتشفنا خناقات احنا ما كناش نعرف عنها بعد ما بقيت اعمل فيديوز. لانه خد بالك انا لو انت شخص انا بروح صيدليه هو بيروح صيدليه، بنرجع بنتقابل بنتغدى خلاص شكرا اليوم خلص مفيش حاجه. لكن دلوقتي انا بعمل فيديوز يعني طول اليوم في مجال للخناقات طول اليوم، خصوصا اللي هو في التيم كمان فهو شغال معاكي جدا. ودلوقتي بنفضل بقى نفرق ما بين احنا دلوقتي شغالين ولا احنا دلوقتي متجوزين. هنتخانق خناقه المتجوزين عشان انا بحب افصل. صح. خناقه ولا نجيب الاتش ار يحل. فلو خناقه شغل انا ببقى يحيى بعد اذنك انت غلطت في 1 2 3 ممكن تعدل كده. لكن لو خناقه كده بعلي صوتي. فلا هي اثرت في فكره ان انا اكتشفت انه البارتنر حاجات كتير قوي غير اللي انا كنت مفكراها. كنت مفكره انه الله جواز الله هناكل مع بعض ونطبخ وكده. انا دلوقتي بخوف اخويا بقول لك الجواز مرعب خد بالك. يعني ليه لا انت متجوز. انا متجوز انا خلاص. ايوه انا عارفه انت متجوز وبتقول ما شاء الله مبروك الف مبروك ما شاء الله بجد. انا متجوز كده بقالي 3 سنين بس. انا والله انا يعني مثلا ما اعرفش الناس كلها بتخوف الناس من الجواز، بس انا اي حد من اصحابي يجي يقول لي اتجوز اقول له اتجوز
لا وانا كمان 100%. يعني دينا خلينا بس في تحديات، في حوارات في تحدي خليك واضح. ايوه كده في حوارات بس يعني أيوة. انا بحس اللي هو لو الاتنين خلاص متفاهمين هنحل بقى اي حاجه. انت بتوصل بقى لكلمه متفاهمين؟ بصي والله بتيجي مع الوقت. يعني انا مثلا انا وريم قعدنا فتره الاول لو هنتخانق ما بنتكلمش، اللي هو هي تاخد جنب وانا اخد جنب وخلاص كوميونيكيشن، فبنفضل نبص لبعض من بعيد كده اللي هو مين هيبدا نتكلم، فاهمه؟ بس واحده واحده بعد كده اتفقنا اللي هو لا احنا لو اي حاجه هتحصل يبقى قبل ما ننام هنحل الموضوع عشان ما ننامش زعلانين. فوصلنا لدي شويه بقينا مثلا بننام زعلانين اللي احنا بنتخانق قبل ما ننام، بس اللي هو بس تمام بس بنتكلم ايوه واحده في واحده. خلاص دلوقتي انا لو زعلت الساعه 8 انا 8:05 بقول لك ايه حصل 1 2 3 4 دقايق. فهي بتيجي مع الوقت. يعني انا بحس كده. بس فكره اللي الناس مش بقول عليكي اللي الناس اللي بتقول لا يا جماعه ما تتجوزوش، الجواز صعب، الجواز وحش وبتاع، لا خالص. انا بجد بس طبعا تختار برضو الشخص الصح يعني عشان دي برضو في ناس بتبقى اللي هو انا لسه عارف حد من يومين فاحنا نتجوز ونجرب، لا اتخانقنا نطلق، ده بيبقى مش صح. فعشان كده هي الحته هنا بحس اللي هو اختيار شريك الحياه ده بيبقى مناسب قوي. يعني لازم يبقى حاجه صح قوي. يعني مثلا انت زي ما كنت بتتكلمي على يحيى، هو لو يحيى ما كانش دعمك في صناعه المحتوى بتاعتك ما كنتيش برضه هتوصلي اللي انت وصلتي له دلوقتي. فهي زي ما بنقول كده خد وهات، لو هنقول بالشعبي شويه، فبنكمل بعض. فلو قدر كل شخص اللي هو يوصل مع شريك حياته اللي هم يكملوا بعض بتبقى النتائج حلوه قوي. مش عايز انا اللي بياخد ده بالعكس. انا بحب قوي اسمع التجارب عامه جدا. بحس بس ده بياخد وقت ومجهود. هو ده اللي انا عايزه اقوله. هو مش باترفلايز، مش طول الوقت صح. بس لما بتوصلوا لمرحله ان انتوا بجد زي ظهر البعض اللي هو رايد اور داي، خلاص صح. انت بتحس ان الشخص ده، يعني انا بسميها انه مثلا انت بتنام على السرير وانت عارف انه الشخص ده بالنسبه لي، يعني لو خيروه انه هو هيبقى اغنى حد في العالم بس هيخسرك ولا يفضل معاك ويفضل زي ما انتوا، انا عارفه ان هو هيختارني. اوكي بجد عارفه. فلما بوصل المرحله دي بحس لا انه جواز اعمق. بس هو ده اللي بحاول اوصله. ان هو انا كنت قبل الجواز بحسب انه بس فراشات، بس ان احنا بس لكن لا احنا مضطرين نخوض محادثات صعبه. انا محتاجه اقول لك انا حاسه بايه ومتضايقه من ايه. كوميونيكيشن صعب يعني صح. محتاج ان انت تقعدوا تتكلموا من اول النهار لغايه اخر الليل عادي، ويبقى في كلام بيتقال. ما بتفضل تقولي انتوا بتتكلموا في ايه بجد. احنا بنتكلم في حاجات كتير قوي، بنحاول نوصل وجهات النظر وكده، بس حاسه ان احنا بذلنا مجهود كبير انا ويحيى لغايه دلوقتي ان احنا نفهم بعض. هو بيفهم انا جايه منين وانا بفهم هو جاي منين، عشان احنا حريصين ان احنا نكمل ان شاء الله. بس لو حياتك كانت قصه من القصص اللي انت مجننانا بيها هتسميها ايه؟ والقصه كانت هتبقى عن ايه؟ انا قلت بقى في حتتك دي صعبه قوي بجد. بحسني مش عارفه بس صعبه قوي. حاسه اسميها الضياع حاجات كده بجد. انا حاسه ان انا كل شويه كنت بفتكر ان انا وصلت للي انا خلاص فهمت وكده مش فاهمه حاجه. بلوت تويست بجد. حياتي بلوت تويستات كتير قوي ورا بعض. كل شويه اوصل لحاجه هي دي انا هكمل في ده اللي عاجبني. لا ده مش عاجبني عادي. ده مش عاجبني عادي. وبزهق اللي حواليا انا. فبحس انك عمرك ما هتوصل معايا لنهايه. انا مش عارفه انا يعني انا في الاخر هبقى ايه بجد. قصه رعب. هي رعب اكيد اوكي لو النت فصل اسبوع كامل تعملي ايه في حياتك؟ ليه النكد ده؟ مش عايزه ان انتي هقول لك اعمل ايه. ليه كده يعني بجد؟ طب بلاش. ايه اكثر قصه رعب حصلت في حياتك؟ رعب؟ احنا حصل لنا حاجات رعب؟ ما اظنش. فاكر؟ بص هو مش رعب، بس انا كل احلامي رعب قوي. اوفر قوي. اوفر كوابيس بجد. طول يعني دايما اصحى بتنطي من دور اللي مش عارف اسانسيرات. كل احلامي اسانسيرات. بركب في اسانسير بيطلع، ببقى عايزه اروح دور معين، هو بيطلع اكتر من الدور اللي انا رايحاه ومش بعرف انا رايحه فين. اوكي اما عملت سيرش على ده، هو
طلعت ان انا بخاف جدا، عندي احساس ان انا عايزه اسيطر، بس انا من جوايا عارفه ان انا مش مسيطره على اي حاجه، عارف لو اوكي. فبجد ده الرعب. يعني انا كل يوم قبل ما انام لازم اذكار، لازم طبعا بجد اللي هو لو ما قلتهمش اي بستعد لليله مليئه بالكوابيس. لو حياتك زي الافلام كده ومعاكي ريموت ده التلفزيون، تقدري تعملي بوز لاي حد، مين اول واحد تعملي له بوز؟ في ناس الشخص كتيرة. لازم براحتك. انا عايزه اعمل حاجه الوقت في حياتك. للوقت اوكي. اوقف واروح اعمل كل حاجه نفسي اعملها وارجع اشغل. بجد بوظ الوقت ده نفسي قوي. او اكون في موقف مثلا ومش عارفه ارد على الشخص اللي قدامي او عامله بوز، افكر واجي افهمه. بجد فيها ساعات كتير قوي ببقى حاسه ان انا مش عارفه ارد وبيجي لي الرد بعدين بقى. حاسه ان انت حققتي قد ايه، من كام في المية من احلامك؟ مش عايزه اكون اللي هو محبطه واقول 10 بس. حققتي 10% بس. حاسه كده. طب ايه اللي حاسه اللي هو لو قلنا مثلا ان انت الحمد لله الشهرة موجودة، الفلوس موجودة، الجمال موجود، الزوج موجود، ايه الحاجات اللي حاسه اللي انت محتاجاها؟ بص اصل هو النجاح بجد، يعني انا السنه اللي فاتت اللي كنت عايزه اشتغل عليه حالتي النفسيه. يعني انا الاستراجلز او الحاجات اللي باخدها في حياتي اللي انا ببقى عايزه اوصل لها، ان انا عايزه ارتاح مع نفسي، عايزه ابقى في inner peace، عايزه اخلص، عايزه ما اقارنش نفسي بحد، ما احسش بندم، ما اعاتبش، ما عايزه اوصل للكور الحاجات اللي هي هو ده اللي انا عايزه اوصله. فبفضل اقول لا، انا كل يوم بصحى بفضل اقول انا مين، انا بجد والله العظيم مجنونه شويه، بس بفضل هو ده يعني مثلا ده جزء من النجاح بحس ما حدش بيتكلم عنه، ان انت تبقى مع نفسك ناجح، اللي هو انت عارف نفسك، عارف عايز ايه. ساعات كتير عندك مليون طريق، طب امشي في انهي واحد؟ انت عايز ايه؟ ف بحس ناقصني، عايزه اجرب تجارب جديده. انا اكتر حاجه بحبها ان انا افضل اجرب. ف عايزه اسافر اكتر، عايزه اجرب حاجات اكتر، عايزه اعيش اكتر، احس بالحياه اكتر. الحياه عماله تجري وانا مش عارفه انا بعيش ولا لا، فاهم؟ فحاسه انا مش ناجحه في ده. يعني انا بسيب الحياه تجري وبعمل اللي عليا. طب وانا فين؟ هل عشتي؟ لا. بجد والله لو بفكر في الموضوع بحس انه في، بس مش بتفكري فيه من ناحيه اللي هو يعني الحمد لله اللي انت دلوقتي محققه نجاحات كبيره بالزبط. جدا، عندك شهرة كبيرة، نقلتي يعني خطوة دبي دي لوحديها أصلا مش أي حد يقدر يعملها. فلسه بتحسي ان انت في حاجة ناقصة؟ لا بالعكس، هو الحمد يعني والرضا ده يعني أساس لأي حاجة. بس هو عشان أنا بحاول ان أنا أبقى أحسن في الحتة دي، وبحاول ان أنا أرضى، وبحاول ان أنا كل الحاجات دي، فبحاول أخوض الصراعات اللي مع نفسي دي من جوايا عشان أبقى عارف مبسوطة باللي أنا عايشة. عايزة أعيش اللحظة، يعني مش انا واصله لحاجات عايزه انبسط ان انا واصله لها، عايزه اعيش. ساعات الواحد والله بيبقى ناس ناجحين ما شاء الله واصلين لكل حاجه، وتلاقيهم ما بيعيشوش المومنت دي اللي احنا فيها. انا بقى بحاول على قد ما اقدر اول لما الاقي نفسي في المستقبل او الاقي نفسي بفكر في الماضي اقفش نفسي، معلش عايزين نعيش دلوقتي. هي دي الحاجه اللي انا باخدها بقى صراعات عشان اعيش دلوقتي. ف صعب. لو هتعيشي جوه قصه من القصص بتاعتك، ايه القصه اللي تحبي تعيشي جواها؟ اي حاجه فيها ويشز وبتتحقق. اوكي. اي حاجه بجد. اصلا انا دايما بفضل افكر اللي هو لو 3 ويشز هعمل ايه ومش عارف يا بجد. يعني ما عنديش ايمان طبعا انه في حاجه زي كده بتحصل، بس انا عندي ايمان بالدعاء. انا بدعي كتير جدا بجد. اي حاجه في حياتي انا حاسه انه قوه الدعاء صح، طاقه غير طبيعيه والله العظيم. احنا في ايدينا طاقه لو وجهناها صح، وبجد من جوانا بقينا اللي هو مش عايزين، يعني انت مش متضايق من اللي انت فيه، بس يا رب نفسي في كذا، بس انا راضي ومبسوط في الوضع اللي انا فيه، بس يا رب لو. وبجد والله العظيم انا ما اعرفش، يعني لو اي حد بص على حياتي كده هيلاقي يعني ازاي هي وصلت من هنا لهنا، مش منطقي. دعاء وان انت فعلا يعني التواصل مع ربنا بصورة عميقة قوي، ان انت عارف لما تحس ربنا عارف انت عايز ايه من غير صح. ربنا عارف لان انا من وانا صغيرة وانا
بكلم ربنا وهو عارف انا وصلت لهنا ليه ووصلت لهنا ليه، والتصرف ده انا عملته اوت اوف ايه، يعني انا كان نيتي فيها ايه. فوصلت لمرحله اللي هو لا يعني انا مؤمنه ان انا هحقق كل حاجه بالدعاء. والله العظيم وبتحصل بجد يعني الحمد لله. عمرك حلمتي باللحظه اللي انت فيها دلوقتي والعيشه اللي انت عايشاها دلوقتي؟ لا بس انا كنت عارفه ان انا هبقى حاجه يعني عارف لما وانت صغير تبقى عارف قوي، والناس تفضل تبص لك اللي هو انتي فيكي حاجه مميزه. انا كنت حاسه كده ما اعرفش ليه، بس كنت بحس ان انا دايما مثلا ابقى واصله لمرحله معينه لا ده مش كفايه، انا اي حاجه مثلا في المذاكره ذاكري الحته دي، لا انا هذاكر دي ودي ودي ودي، انا ما برضاش بالقليل يعني اي حاجه بير مينيمم انا مش بحبها، ما بحبش الامور الوسط. لا يوصل لحاجه يا افضل قاعده مكاني لان ده يعني بزهق الصراحه، لا انا عايزه اوصل لحاجه كبيره. فكنت حاسه انه ان شاء الله ربنا كاتب لي حاجه كويسه، بس ما كنتش عارفه ابدا هي هتكون ازاي. وهو ده الحلو في ان انت تبقى مسلم امرك لربنا، ان انت مش عارف هو هياخدك فين، بس انت بتقول يا رب انا عايز ابقى كويس في الجهه دي والجهه طبعا. نرجع للتمثيل شويه. اتعرض عليكي دور، حابه يبقى الدور مع مين والمسلسل ايه او الفيلم ايه؟ تحكي لنا برضو اتعرض عليكي ادوار قبل كده؟ صراحه لا خالص. اوكي. ما اتعرضش عليا. بس انت بتحاولي في ده ولا انت؟ لا ما هو دي الفكره، انا مش بحاول. مش انا مش عايزه، بس هي الفكره انه صناعه المحتوى انا واخداها مركزه قوي قوي قوي، والصراحه مش عارفه اوفق بين اللي انا بعمله وحاجات تانية، لان انا بعمل على كل البلاتفورمز، بعمل كل انواع المحتوى ومركزه قوي في ده. فده السبب. بس في التمثيل يعني بحب قوي ناس كتير جدا بجد. بحب قوي عبد الرحمن توتة، بحبه قوي. اوكي. عارفه اللي هو كان في مسرح مصر؟ بحبه جدا، بضحك قوي بجد. انا عارفه انت حاسه لو مثلتي هتمثلي ادوار كوميديه اكتر؟ انا بحب الكوميدي قوي. اوكي. الصراحه يعني بحب وبيضحكني قوي، يعني بفضل ادور على بودكاست واقعد اتفرج بضحك قوي بجد. بفضل اضحك واشير. انا اصلا عارف الابهات ايوه اقعد اتفرج ويريلي يعجبني نفس الصوره مصوره في جروب العيله واسمع البتاع بصوت عالي. انا بجد فيا الحاجات دي. بحب قوي كريم عبد العزيز قوي 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 بجد. يعني هو بس انت لو اتعرض عليكي دور دلوقتي ممكن تسيبي صناعه المحتوى شويه وتعملي الدور ده، ولا انت حابه لا تكملي زي ما انت؟ عشان كان في مسرح جامعه وكان في يعني كان في كل حاجه. أيوة. كان في كل حاجه، بس لا اظن ممكن على حسب الدور هضيف ولا لا يعني. أوكي. على حسب هيفرق معايا وانا هفرق ولا لا. ممكن يكون دور جملتين بس انا هحس فيهم حاجه، هفرق في الحاجه اللي انا داخلاها. هعمل كده الصراحه. لو مش هفرق او مش هحط اثر لا اكيد. شكرا ليك يا اسراء، نورتينا النهارده. انت بجد اتبسطت قوي. ونتمنى ان شاء الله الحلقه تعجب الناس ان شاء الله. ولو حابه تقولي رساله اخيره لجمهورك جو اهيد، كاميرا معاكي. عايزه اقول لكم انه بجد انا اتبسطت قوي النهارده. اول مره اللي هو اتكلم، اصل انا واثقه فيك قوي، عارف اللي هو أيوة. بحس مفيش كونتنت كريتور ما يعرفش هاني. لو انت اول ما قلت لي بجد انت اكتر حد كلنا عارفين كده فبسطت قوي وحسيت ان انا بتكلم براحتي، وانت بجد مريح جدا. اتبسطت جدا جدا النهارده. ثانك يو ان انت ليسنر كويس قوي بجد. انا حاولت ما اقطعكيش خالص جدا جدا. حاسه انا غايه وبس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك واكتبوا لنا في الكومنت عايزين مين يجي. صح. شكرا.